فايلر ولا برونو لاج؟ الاثنين اسمين كبار، الاثنين مؤثرين. فايلر ليه باك جراوند عند جمهور الاهلي بيعتبروه جوزيه جديد، بس خلينا نقارن. فايلر حاليا 53 سنه. فايلر انت مش ضامن انه هيكمل معاك. فايلر بقاله اخر فتره ما بيكملش مع فريق اكتر من 6 شهور، ما عندوش استمراريه، بقى عنده مشاكل شخصيه كتير كتير. مقابل برونو لاج لا، الوضع افضل شويه، انت بتتكلم اتليست سنتين. فايلر نجاحه حقيقي كان عندك، فهل هيكرره تاني ولا دي كانت ظروف وسمحت بده؟ محقق نسبة 76% فوز، بس بره اما كان بيدرب اندرلخت مثلا وبينافس على الدوري كان 55%، مقابل بورنو لاج مع بنفيكا انت بتتكلم في 70%، وده شيء كبير. تالت حاجة، فايلر لا فيها ممكن يبقى مش احسن حاجه ان هو ما بيلعبش غير بخطه واحده 4-3-3. برونو لاج عنده مرونه تكتيكيه كبيره. برونو لاج بيلعب 4-3-3 4-2-3-1 4-4-2 3-5-2 3-4-3. فكل ده رايح ناحيه برونو لاج، بس النقطه الكبيره اللي لسه موجوده عند فايلر ان انت مجربه قبل كده وعارف هو بيعمل ايه، وان قوه الشخصيه والانضباطيه. وان كانت برونو لاج مدرب عنده قوه الشخصيه والانضباطيه كبيره قوي،